يا ترى ايه احسن شهادة تستثمر فيها فلوسك خصوصا بعد القرار المركزي؟ الحقيقة يا جماعة ان القرار المركزي بتثبيت الفايدة ما أثرش كتير على الشهادات الموجودة في البنوك، ودلوقتي في شهادات بعوائد مناسبة جدا تقدر تستثمر فيها وانت ضامن انه هيجيلك منها عائد محترم. بس ايه اعلى شهادة تستثمر فيها فلوسك؟ ومين البنك اللي بيقدم اعلى عائد؟ وايه الشهادة اللي تستثمر فيها ب1000 جنيه بس؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. من بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفايدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% في العملية الرئيسية عند الائتمان والخصم، الكل دلوقتي بيدور ويشوف ويسأل عن أحسن شهادة يقدر يستثمر فيها فلوسه وفي ذات التوقيت تكون بعائد محترم يضمن له مستقبله ويقدر يحقق أرباح منه. أول شهادة هنتكلم عنها هي شهادة بنك الإمارات دبي. البنك بيقدم شهادة ادخار بعائد مدفوع مقدما، يعني العائد هتاخده مجرد ما تربط الشهادة في أقل من 24 ساعة. عائد الشهادة 37.5% ومدتها 3 سنين، وده بيدي معدل عائد تراكمي حوالي 16.96% في السنة. بس خلي بالك انت مش هتقدر تكسر الشهادة إلا بعد 6 شهور من يوم ما تشتريها، وكمان متاحة للأفراد وبس. الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100,000 جنيه ومضاعفات 10,000 ومفيش حد أقصى. بس عشان تشتريها لازم يكون معاك شوية أوراق. أول حاجة يكون معاك بطاقة رقم قومي سريع وفاتورة مرافق أقل من 3 شهور وخطاب من جهة العمل أو بيان مرتب أو كشف حساب 3 شهور. كل البيانات دي لو أنت موظف، أما لو أنت من أصحاب الأعمال فبتقدم مع كل ده سجل تجاري وبطاقة ضريبية حديثة. أنت كمان عندك شهادات البنك التجاري الدولي، ودي برضو من أعلى الشهادات اللي تقدر تستثمر فيها، زي شهادة بريميوم الثلاثية اللي العائد بتاعها بيوصل ل 16% شهريا بس بتبدأ من 1,000,000 جنيه، وكمان شهادة بلاس اللي بتبدأ من 500,000 جنيه بعائد يوصل ل 15.25%، وفي شهادة برايم اللي بتبدأ من 100,000 بعائد 14.75% شهريا. أما بقى لو عايز استثمار على القد فما فيش قدامك غير البنك الأهلي اللي بيوفر شهادات بداية من 1000 جنيه، زي شهادات البلاتينية بالعائد المتدرج واللي بتبدأ من 23% في السنة الأولى وبتنزل تدريجيا في السنين اللي بعدها حسب دورية الصرف. وفي شهادة بلاتينية بعائد ثابت 17% سنويا بالعائد الشهري، والحد الأدنى ليها 1000 جنيه وبس. وبالنسبة لبنك التعمير والإسكان عنده شهادات مدتها 3 سنين بالعائد الثابت واللي هو 16.5% وبيتصرف شهري والحد الأدنى 1000 جنيه. أما البنك العربي الأفريقي فعنده شهادة رباعية ومدتها 4 سنين والفائدة بتوصل ل 100% على مدة الشهادة، والحد الأدنى للشراء 5000 جنيه ومخصصة لأفراد فقط، وتقدري تراجعيها بعد 6 شهور كحد أدنى، وكمان تقدري تاخدي تسهيلات ائتمانية بضمانها. وكمان عندك شهادة بنك أبو ظبي التجاري واللي مصر بيقدم أفضل شهادة ادخار من خلالها، واسمها شهادة ستار بعائد متغير سنوي 20.75% واللي بيتم صرفه شهريا. مدة الشهادة 3 سنين والحد الأدنى للشهادة 5000 جنيه و1000 جنيه مضاعفتها. واللي أحسن ميزة في الشهادة دي إنك تقدر تاخد قرض بضمانات لحد 80% من قيمتها. ودلوقتي قول لنا إيه أحسن شهادة تستثمر فيها فلوسك.